ولما تحط الجهازين كده سواء على اي عدسه من الاتنين، العدسه الاساسيه او التليفوتو، ولاد العم رجعوا من تاني، وبعد المنافسه الشرسه اللي كانت ما بينهم السنه اللي فاتت فكل واحد فيهم محضر مفاجاه للتاني. هل يا ترى هتكون النتيجه هي شبه ما شفناها السنه اللي فاتت برضه، ولا في اختلاف؟ وخصوصا دلوقتي ان اسعارهم نزلت بعد ثبات سعر الدولار، فايه هيكون افضل اختيار بالنسبه ليك؟ الجهاز اللي تختاره كده وتكون مرتاح البال مطمن انك اخدت افضل قيمه مقابل سعر. فايه هنضيع وقت كتير في الكلام؟ لا، يلا بينا نبدا بمقارنه الاوبو رينو 11 مع الريلمي 12 برو بلس. وعلى نفس اللحن بتاع السنه اللي فاتت، فالشاشات هنا واحد في الجهازين، نفس كل الامكانيات اللي موجوده هنا. الشاشه اللي على شكل كيرف من نوع اموليد بحجم 6.7 انش، اللي ابعادها 1080 في 2412 بكسل بمعدل كثافه بكسلات 394 بكسل لكل انش، والسطوع بتاعهم بيوصل ل 950 شمعه، وعلى الشاشتين طبقه حمايه من نوع اساهي جوريلا جلاس دي ستار 2، وبيستحوذ على الواجهه الاماميه للجهاز بنسبه 90.4%، ودي نسبه كويسه قوي على فكره. الشاشات طبعا بيدعموا ال HDR 10 بلس مع دعم عرض مليار لون بمعدل ريفريش ريت 120 هرتز. بس انا الصراحه محبط لان دي هي نفس الشاشه بتاعت السنه اللي فاتت، ما اختلفتش اي حاجه نهائي، لا حتى لعلوا نسبه السطوع ولا زودوا عدد البكسلات. بس يعني كفرق وكتجربه مشاهده فلا، الشاشه هتكون معاك ممتازه جدا في تجربه الاستخدام بتاعتك. ممكن تتضايق شويه بس بسبب نسبه السطوع، خصوصا ان في شاشات في الفئه المتوسطه دلوقتي وصلت ل 1600 و1800 شمعه كمان. خامات التصنيع في الجهازين محيره جدا، يعني انت عندك الريلمي 12 برو بلس بيجي بظهر من الجلد مع فريم من البلاستيك، الاوبو رينو 11 جاي بظهر من الازاز اللي هو طبقه من السيليكون بوليمر كده معالجه عشان تديك نفس متانه الازاز ده، مع فريم من البلاستيك برضه. والصراحه دي اذواق، بس انا كاحمد يعني ميال لشكل تصميم الريلمي 12 برو بلس اكتر، فشوف انت ميال لانهي تصميم واكتب لي رايك فيه في الكومنت. بس تيجي هنا نقطه افضليه للريلمي 12 برو بلس، انه معاه شهاده مقاومه للميه الاي بي 65. على الجنب الثاني الرينو 11 مفيش فيه اي شهاده، بس تيجي اوبو وتديك برضه نقطه افضليه في مستشعر الاي ار بلاستر بتاع التحكم في الاجهزه الكهربائيه. فانت يا صديقي ممكن تفضل ايه عن ايه؟ يا ترى مقاومه الميه ولا الاي ار بلاستر؟ اكتب لي ده في الكومنت. واحسن حاجه في الشركتين دول الصراحه سواء كان ريلمي او اوبو ان هم بيهتموا بمعظم الكماليات اللي انت عايزها، يعني انت عندك هنا مستشعر مكالمات حقيقي وسماعات ستيريو وموتور فايبريشن، فالحاجات دي تدي لهم عليه 10 من 10 ونجم. النقط بقى اللي بيظهر فيها فرق ما بين الجهازين، ونبدا بالاداء. مثلا في الريلمي 12 برو بلس انت عندك هنا معالج من شركه كوالكوم سناب دراجون 7 اس جين 2، ده معالج بمعماريه تصنيع 4 نانومتر موفر جدا في البطاريه، مع معالج رسومي ادرينو 710. يقابله بقى المعالج اللي متضايق ان اوبو حطته هنا جدا، ده المعالج بتاع السنه اللي فاتت الدايمنستي 7050، معالج بمعماريه 6 نانومتر مع معالج رسومي مالي جي 68. وطبعا في فرق اداء ما بينهم للسناب دراجون، بس عشان نكون منصفين كاستخدام عادي واداء يومي فالجهازين تقريبا واحد، مفيش بينهم اي اختلاف حتى في فتح التطبيقات. بس في الالعاب طبعا يظهر الفرق. في لعبه مثلا شبه بابجي على الريلمي 12 برو بلس بيلعب على اعدادات اتش دي ار وفريم ريت اكستريم، اما بقى الرينو 11 عشان يلعب على فريم ريت اكستريم لازم يلعب على سموث، والصراحه دي نقطه سلبيه جدا في الرينو 11. وبما انك وصلت لهنا فهل انت راضي عن نفسك كده؟ بما انك لسه ما عملتش لايك ما تسالنيش عرفت منين، لان انا حسن الصباح في نفسي، فتنزل حالا دلوقتي تعمل لايك شبه الرايق. وطبعا يعني جاهزين في 2024 نازلين باحدث نظام تشغيل اندرويد 14 مع واجهه ريلمي يو اي 5 للريلمي 12 برو بلس وواجهه كالر او اس 14 للرينو 11. والجهازين تقريبا بما انهم نفس السوفت وير فبيسجلوا مكالمات عن طريق برنامج من جوجل بلاي اسمه او دايلر، تقدر تحمله بكل سهوله. وريلمي واعده بسنتين من تحديثات الاندرويد وثلاث سنين من السكيورتي ابديت، بينما اوبو واعده بثلاث سنين من تحديثات الاندرويد واربع سنين من السكيورتي ابديت. دي الصراحه نقطه تحسب لها، وهي من الشركات اللي بتهتم بخدمات ما بعد البيع، فانت مش هتحس ان الجهاز قدم معاك بسرعه. ويعني لو البطاريه نقطه فارقه معاك فما تقلقش، انت عندك هنا بطاريه عملاقه في الجهازين 5000 ملي امبير بنفس سرعه الشحن 67 واط، وبتضمن ان الجهاز هيشحن من 0 ل 100% تقريبا من 42 ل 45 دقيقه. تعالوا بقى نتكلم في البعبع الكبير في الجهازين دول الا وهو الكاميرات. والصراحه انا ما شفتش منافسه كده ما بينهم، يعني هم مستغلين سيت اب الكاميرات جامد من حيث عدسه التليفوتو، يعني انت مثلا بتلاقي اجهزه نازل فيها عدسه مايكرو اللي هو بيرموا لك اي عدسات كده وخلاص، المهم معاك السنسور الاساسي. بس لا، دول مستغلين سيت اب الكاميرات هنا، بدليل ان الاوبو نازل لك بكاميرا 50 ميجا بكسل بفتح عدسه اف 1.8 فيها مثبت بصر حقيقي، ودي العدسه الاساسيه. الكاميرا الثانيه بقى 32 ميجا بكسل تليفوتو بتديك 2 اكس اوبتيكال زوم، وركز في
ال2 اكس دي عشان هنحتاجها قدام. العدسه الثالثه بقى 8 ميجا بكسل ودي الالترا وايد، وجهاز بيصور 4K 60 فريم في الثانيه، والكاميرا الاماميه 32 ميجا بكسل بفتح عدسه اف 2.4 بتصور 4K 30 فريم في الثانيه. الريلمي 12 برو بلس جاي بسيت اب كاميرات ممتاز جدا هو كمان، بالحلقه بتاعته دي اللي بالتعاون مع رولكس. الكاميرا الاساسيه 50 ميجا بكسل بفتح عدسه اف 1.8 ومستشعر من سوني، وفيها مثبت بصر حقيقي OIS. اما بقى الفرق الحقيقي هنا هو العدسه الثانيه، العدسه البيريسكوب ال 64 ميجا بكسل بفتح عدسه اف 2.8. دي عدسه بتديك 3x اوبتيكال زوم فعلي و6x لوزلس زوم من السنسور نفسه، وبتوصل ل 120x ديجيتال زوم. وما تقلقش اصبر، مقارنه الصور بينهم في الكاميرات جايه. والعدسه الثالثه بقى المعتاده اللي هي 8 ميجا بكسل الالترا وايد، والجهاز بيصور 4K على 30 فريم في الثانيه. اما بقى الكاميرا السيلفي فهي برضه هنا 32 ميجا بكسل، بس الفرق ان هي بتصور اخرها 1080 30 فريم في الثانيه مش 4K شبه الرينو 11. ولما تحط الجهازين كده سواء على اي عدسه من الاثنين، العدسه الاساسيه او التليفوتو، فلا معالجه الصوره في الريلمي 12 برو بلس في حته ثانيه من حيث معالجه الاضاءه ومعالجه الالوان نفسها. نتيجه الجهازين قدام بعض مبهره للريلمي 12 برو بلس. شوف لسعه الضوء نفسها ومعالجه الالوان والاكسبوجر في الجهازين، حتى الكلام ده برضو مترجم للعدسه التليفوتو. يعني شوف مثلا الصوره دي مش محتاجه اتكلم عنها، والكلام ده برضو مترجم للتصوير الليلي سواء من حيث معالجه الصوره نفسها ومن حيث التفاصيل اللي بتظهر معاك في الصوره. واكتر حاجه حاببها هي السكين تون، معالجه لون البشره في الريلمي 12 برو بلس ممتازه يا جماعه. والله عيب انك وصلت للنقطه دي وما سويت سبسكرايب والله. ودي كده مقارنه تصوير الفيديوهات، الثبات رايح اكتر ناحيه الريلمي 12 برو بلس، بس عايزكم تكتبوا لي في الكومنت انهي معالجه الوان فيديو احسن، لان انا ميال اكتر ناحيه الرينو 11 في النقطه دي. اما بقى الكاميرا السيلفي فانا برضو شايف ان في افضليه من حيث معالجه السكين تون في الريلمي 12 برو بلس. والريلمي 12 برو بلس بيدعم انك تركب شريحتين اتصال من غير ما تركب كارت ميموري، بس الاوبو رينو 11 بيدعم انك تستغني عن شريحه اتصال واحده تحط مكانها كارت ميموري خارجي. هل انت ممكن يفرق معاك حته كارت الميموري دي ولا لا؟ طيب يا سيدي كده عرفنا نقاط التفوق بتاعه الجهاز ده عن الجهاز الثاني. الاسعار بقى وايه اللي هنختاره؟ النسخه ال 128 جيجا مع 8 جيجا رام للريلمي 12 برو بلس $360. اما بقى النسخه ال 256 جيجا مع 8 $385، وال 256 جيجا مع 12 جيجا رام $410، وال 512 جيجا مع 12 جيجا رام $470. وجهاز طبعا في مصر سعره نزل مع نزول الدولار، يعني انت النسخه ال 512 جيجا مع 12 جيجا رام دي ممكن تلاقيها من 20 ونص ل 22,000 جنيه بالكتير قوي، معلش هتعدي السعر ده. اما بقى الاوبو رينو 11 في مصر ما اعلنوش انه يتم اصداره. اما بقى سعر النسخه ال 256 جيجا مع 8 جيجا رام تقريبا هو نفس السعر بتاع الريلمي 12 برو بلس $360. النسخه ال 256 جيجا مع 12 جيجا رام $400، والنسخه ال 512 جيجا مع 12 جيجا رام $430. الاسعار دي ممكن تكون مش مظبوطه قوي بحسب المحلات، فهسيب النقطه دي لاخواننا في العراق، هم ما بيتوصوش بالنقطه دي، واحب اشكرهم جدا. بتلاقوهم في الكومنت كاتبين اسعار كل الاجهزه اللي بنتكلم عنها، فانزل خد لك لفه في الكومنت كده. طيب رايي انا الشخصي في الجهازين، وانا لو مكانك وبشتري جهاز هختار ايه؟ والله هي واضحه، احنا شفنا ان الريلمي 12 برو بلس بيقدم افضليه من حيث المعالج والاداء ومن حيث الكاميرا. اما بقى نقاط شبه الشاشه والبطاريه والحاجات دي فهم في الجهازين واحد، فدي مخلياني اللي هو مش مزنوق في حته ان افضل جهاز عن جهاز تاني، لا الافضليه عندي في جهاز واحد الا وهو الريلمي 12 برو بلس، وانا لو مكانك هختار وش. فبرضه اكتب لي رايك في الكومنت، انت لو مكاني هتختار انهي جهاز من الجهازين دول. ويلا ما تنسانيش من الشير ولا لايك كومنت سبسكرايب، واشوفك الفيديو الجاي. سلام.